هلا وبنات، شلونكن شخباركن؟ فيديو جديد وطبخة جديدة. راح نسوي اليوم شاورما دجاج على طريقة كلش سهلة وسريعة. هنقول طريقتي لأن كل الطرق هي تتشابه، بس التتبيلة كانت كلش طيبة، وأول مرة أني أسوي هاي التتبيلة. عندي أكثر من تتبيلة. نقطع الدجاج شرائح بهذا الشكل. أنا عندي نص كيلو دجاج، نخلي عليه خاشوقتين كبار روبة وعصير ليمونة واحدة. شقد يكون عندك دجاج أكثر تضاعفين الكمية. سنين ثوم مبروشات بهذا الشكل خليه عليهن. والبهارات راح أكتبها بصندوق الوصف كاملة. خردل وكاتشب حار، هذني اختياريات أنا أحبهن. إذا أنتم ما تحبوهن عادي، يعني لا تحطون من عندهن، ماكو أي مشكلة. تخلطون كل هاي المواد وتتبلونها زين وتخلوها لمدة ساعة بالثلاجة، أقل شي ساعة يعني. لو تخلوها يوم كامل بعد أحسن. بهالطريقة على نار عالية تخلون طاوة، والطاوة تكون تحمى كل زين، وتخلون خاشوقتين دهن بس. وتخلون الدجاج لا تخلوا لا مي ولا أي شي، هو بالتتبيلة مالته راح يشرب التتبيلة وراح يستوي ويصير يخبل. ولا تحركنه لأن التحريك راح يخليه يذب سوائل أكثر. فخليه هو هيك على وضعيته، من لمن تشوفينه شوية جف من جوا يلا تبلشين تقلبين بيه. يعني يحتاج لفت دقيقتين 3 على نفس الشكل، ما تغيرين من عنده ولا تخلطينه نهائيا. تخلينه هالشكل، ورا دقيقتين تجين تبلشين تقلبينه لأن يبدي يلزق من الأطراف. والفينجر أنا عندي فينجر جاهز، بس هاي النوعية طلعت كلش مو جيدة يعني. سويتها، ولو أدري أصلا مسوية فينجر بالبيت أحسن من هذا الجاهز، لأن ما كان طيب وصار عجين. ما أعرف ليش، شنو السبب اللي صار هيك عجين يعني. أنا مو أول مرة أشتري فينجر، بس هاي النوعية أول مرة أشتري من عندها. على كل بهالشكل راح يكون الدجاج. هسه يلا تجين تقلبينه. من تشوفينه هيك شرب مية والسوائل مالته جفت، تجين تقلبين بعد ما بيه مي. وهنا هم يكون بهاي المرحلة استوى. ياخذ بعد فد دقيقة على النار من عليه من ينشف تماما وتبلشين به. عندك للصوص مايونيز وكاتشب، خلطة سريعة، وتدهنين الخبزة. اللي يحب هاي طريقة، واللي ما يحب هماتين بكيفه يعني يقدر ما يخليها. بس إنه كلش طيبات، ويزيدن عليها فد رطوبة يعني ما يخلن اللفة ناشفة. أنا ما عندي طاوة مال جهاز مال ثلج، فأني أسوي بالطاوة وماكو مشكلة يعني. هو بكل الأشياء يصير عادي. من أشتري إن شاء الله جهاز الكابسة مال الثلج. تكملين كل الكمية بهاي الطريقة، واللف مالتها هم كلش سهل. اللي يريد يحب يخلي طرشي عادي، تخلين خيار مخلل هم عادي، احنا ما نحبه. وهاي الكمية مال نفرين، لأن احنا موجودين حاليا بالبيت بس نفرين. تلفيها بهالشكل هذا وتخلينها كلش يعني تضبيها حتى ما تنفل عندك بالطاوة. الطاوة حامية كذلك، قطرة دهن وتحطيهن. تخلينهن كلش دقيقة وتقلبيها. من بعد الدقيقة راح تقلبيها على الوجه الثاني تستوي وخلاص. كلش سهلة وسريعة وما تاخذ من عندك وقت هواي. بس التتبيل مالتها إذا صار ببالك إنه تسويها يعني خلي تتبيلتها من وقت. كل ما تاخذ تتبيلة أكثر كل ما تكون الطعم مالتها أطيب. بهالشكل عادي يعني بالطاوة هم تصير ماكو أي مشكلة. إذا جهاز الكابسة ما موجود عندكم. النص كيلو سوالي 5 لفات، لا 4.5. 4 لفات كاملة ونص قرصة بعد وياه. وهذا الشكل النهائي. وألف عافية. لا تنسون تشتركون بالقناة، وبوجودكم الكبر وبدعمكم احنا موجودين. مع السلامة على فيديو ثاني. باي باي.